صباح الخير على كل الساده المشاهدين. بنبدا معاكم وصباحكم عندنا لسه، يمكن انا ببدا معاكم دلوقتي وبدا صباحك عندنا، وبدا بحوار كان ساخن الحقيقه، وكان فيه راي وراي الاخر، ودي هي الديمقراطيه، اننا نسمع لكل الاراء. الحقيقه في تجربه صباحك عندنا بينفرد بيها اننا فعلا برنامج بنتفاعل مع كل الجمهور، وكل طلباتكم اللي بتجيبوها لنا من خلال طبعا الصفحه الخاصه بصباحك عندنا بنحاول اننا نلبيها، لكن بنتمنى انكم تساعدونا. طبعا كان في طلب ومطلب واضح وصريح باستضافه نسمه محجوب الفائزه بالمركز الاول لستار اكاديمي، واللي شرفتنا الحقيقه، ولسه كنا يوم الجمعه اللي فاتت في الفاينلز كلنا بنشجعها وكلنا كنا سعداء بفوزها. اسمحوا لي النهارده اصبح وارحب بنسمه. صباح الخير يا نسمه. صباح النور. الف مبروك ليكي، والحقيقه ولكل المصريين كانوا سعداء بفوزك. الله يبارك فيكي يا حبيبي، ميرسي. يمكن احنا معانا اهو النجمه بتاعت ستار اكاديمي دي، خدت تعب كام شهر دي عشان توصلي لها؟ يعني لكن من ايام الكاستنج الاولاني بقى، من شهر يناير. من يناير اللي فات. كاستنج اكيد مختلف في شهر يناير، واحداث والدنيا مش واضحه والامور مش واضحه، لكن انت كان عندك واضح ان انت كنت يعني نفسك انك تخشي في ستار اكاديمي في السيزون ده، وعندك الرغبه. هبدا من الاخر. في المطار عملوا ايه؟ ويمكن صوتك مش على طبيعته، ايه اللي حصل في المطار والاستقبال كان عامل ازاي؟ لا، المطار كان شيء وهمي بصراحه. انا ما توقعتش الاعداد اللي شفتها، ما توقعتش حب الناس بالطريقه دي، والحشد اللي موجود بصراحه اذهلني في المطار. وواضح صوتي من كتر السويت من المطار لحد البيت، وانا طالعه من فوق العربيه من الشباك وماسكه العلم وكل العربيات ورايا. فكان احساس يعني ماتش كوره، كان جميل والله. ماتش كوره فعلا. ذكرياتك في الاكاديميه، يعني احنا عارفين ان كتير من الناس بقى عارفه ان الاكاديميه بتقدم الاصوات بشكل كبير طبعا للناس وللجمهور، زائد ان بيحصل فعلا تدريب، وكل الناس اللي كانوا استضفناهم وكانوا في ستار اكاديمي ما انكروش ابدا فضل الاكاديميه حتى في تدريب الصوت. هبدا معاكي الفكره ان انت تخشي ستار اكاديمي، هل الاهل كانوا موافقين؟ في ظروف صعبه برضو كنت انت حابه قوي انك تقدمي، احكي لي بقى يعني في البدايات كان عامله ازاي؟ البدايه كلها التقديم كان بسبب مكالمه هاتفيه من شخص قال لي ان هو محمود شكري. فمحمود شكري ستار اكاديمي السيزون اللي فات، فانا يعني قلت اوكي، يعني محمود شكري عارفاه من الجامعه، بس يعني مش عارفاه لدرجه ان اعرف صوته على التليفون. ف3 اسابيع الشخص ده بيقنعني ان هو محمود شكري، وانك لازم تروحي وان لازم تروحي ستار اكاديمي يا نسمه وتتفرجي عليا. فبقيت اتفرج على محمود شكري على يوتيوب الفيديوز، عشان ما اتفرجتش على ستار اكاديمي ابدا. فبهرني طبعا البرايمز، فقلت لا اكيد ولازم. بعد كده اكتشفت ان هو مش محمود شكري اصلا. كان بيتنصب عليا بقالي 3 اسابيع. طلع مين بقى؟ شخص كان تقريبا بوسست بمحمود شكري بطريقه كبيره. بس كان عارف صوتك؟ كان عارفني شخصيا يعني. ما بس ده ويرد بجد. لا خلي بالك فيري ويرد. ايوه لا بصراحه. بس يعني مهما كان الشخص اقول له شكرا، يعني هو اللي صحيح ده واصر والح، هو اللي خلاكي يعني تحطي الفكره في مخك. طب احنا معانا الاتصالات بدات بالفعل يا نسمه. استاذه ميرفت من اسكندريه، صباح الخير. اهلا بيكي. والله بحييكم وبحيي اسره البرنامج، برنامجكم رائع جدا. اشكرك. وكان لكم السبق باستضافه نسمه. انا بحيي نسمه مش عشان الصوت الجميل والاداء الفظيع في كل الالوان، انا بحيي نسمه عشان كانت نموذج مشرف للفتاه المصريه. ستار اكاديمي انا من الناس اللي ما بتتابعهوش يعني بانتظام. السنه دي انا تابعته بانتظام جدا، والاسره كلها، عشان كانت نسمه وكلنا كنا بنشجع نسمه وبنصوت لها. ليه؟ عشان كانت بصراحه مشرفه لكل بنت مصريه، اسلوبها، ادابها، اخلاقها، تعاملها مع اللي حواليها، رغم ان هي تعرضت لضغوط كتير كلنا كنا حاسين بيها. كانت داخله حاطه هدف، حاسين ان هي حاطه هدف قدامها، لا داخله تحب ولا داخله تصاحب. فكان دي الحاجات اللي بتستفزنا في البنات اللي كانوا بيروحوا. فانا بحيي نسمه كفتاه مصريه قبل ما تكون فنانه جميله، كل مصر حبتها لان هي حست ان هي بنتها واختها وصاحبتها. فانا بحييكي يا نسمه، وبحيي مامتك وباباكي على حسن تربيتهم ليكي، لان انت انسانه محترمه جدا، شرفتي مصر كلها يا نسمه. اشكرك يا استاذه ميرفت. معانا احمد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ نسمه؟ نسمه معاك. ايوه اتفضل. ايوه
بجد يا نسمة والله انتي ابهرتينا بجد من اول برايم ورفعتي راس مصر بجد والله العظيم. من اول ابا ماريا اللي كلنا سمعناها بجد جيتونا كله اشعر يعني بجد لحد ياتيوس اخر برايم. بجد كنت رائعة جدا، كنت اكثر من رائعة بجد. يعني احنا كنا فاقدين الامل ان مصر ياخد تاني لقب ستار اكاديمي، بس مع نسمة محبوب بجد احنا كنا متفائلين جدا، وبجد كنا مستناكي والله من برايم لبرايم ومن نجاح لنجاح. بجد انت كنت رائعة جدا جدا جدا، وبجد فعلا احنا مستنيين منك كل جديد ان شاء الله، ويا رب باذن الله يا رب يعني تبقى احسن ان شاء الله، ونشوفك يعني ان شاء الله كده زي شيرين وزي النجوم الكبار ان شاء الله باذن الله. يا رب. ميرسي يا احمد. شكرا يا احمد. معانا اتصال تاني، سهام من القاهره. اتفضلي يا سهام. الو. ايوه اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. نسومة. ايوه حبيبتي. عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله يا حبيبتي. شرفتينا يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. رفعتي راسنا بجد، بينا فخورين ان احنا بنات مصريين. فرحانه طبعا ان انا شغاله معاكي، وان انا بحبك جدا. وبصي مش قادره اقول لك انا بحبك قد ايه، بس بجد 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 شرفتينا يا نسور. ربنا يخليك. سهام انت صاحبه نسمة، صاحبتك من سهام الادمن بتاعت الفيسبوك بيج. اوكي. انا اطول علشان غيري ياخد فرصته، وبجد بحبك يا نسومة قوي. وانا بموت فيكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا يا سهام. وبمناسبه بقى الادمن بتاعت اولا يعني انا بشكر سهام ويسرا وناس تانية كتير جدا من الادمنز بتوع البيجز، بجد عملوا معايا يعني شغل كبير جدا والله، بشكرهم. مش عارفه من غيرهم كنت هعمل ايه. احنا كمان على الصفحه بتاعت صباحك عندنا على الفيسبوك في كميه كومنتس جايه كلها طبعا بتشكرنا اننا جبناكي، وهنا يعني هم موجودين وكله بيحبك، والف مبروك يا نسمه، وبنحبك يا نسمه، والف مبروك جدا، وكنتي جامده جدا وما شاء الله عليكي، وكل الكلمات الحقيقه تهنئه. وفي كمان اتصال، انت قولي بقى الو. 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 ايوه. الو. ايوه. دي مامتي. ايوه. ماما. ايوه. ايوه. ماما وطي التلفزيون. ايوه. احنا معانا والدة النسمة البنوتة المشرفة اللي شرفتنا، مش بس صوت حلو لكن ده كمان اداء وتربية واخلاق عالية. بنهني حضرتك على نسمة، وقد ايه كانت كلنا في مصر كنا بنتشرف بيها. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ودموعك في الفاينلز كانت بندمع معاكي ونعيط معاكي وخايفين ونفسنا تكسب معاكي. ربنا يخليكي، ما كل الامهات كده. لا مش عايزين دموع بقى النهارده. لا مفيش دموع، ده انا في منتهى السعاده. ربنا يسعدها يا رب بحق جاه النبي. كنت خايفه عليها من تجربه ستار اكاديمي ومن اللي كان بيتشاف، وان هي تبقى طول الوقت على الهوا؟ احنا اول مره نعرف ستار اكاديمي، انا عمري ما شفته. صحيح. لكن لما هي فرجتهولي قبل ما تسافر انا ما قلقتش عليها، نسمة مؤدبه ومتربيه، فما قلقتش عليها والله. لكن كنت خايفه بس ان هي هتبعد عني 4 اشهر. كانت اول مره تبعد عنك الفتره دي، ولكن كنت عايزاها تنجح، وانا عارفه موهبتها وعارفه صوتها وعارفه كل حاجه، وعارفه ان هي هتبقى قادره على انها توصل. صحيح ما شاء الله عليها، والف مبروك. ويعني احنا حاسين في صوتك بدموع خفيفه، لكن اكيد دموع الفرح وكل يعني لو حضرتك كنت متابعينا استاذه ميرفت كانت بتهنيكي على قد ايه يعني ما شاء الله تربيه واخلاق وخلق وصوت جميل طبعا وموهبه. ملك مربي من عند ربي، ربنا يبارك لها نسمه ويوفقها بحق جاه النبي، ويجعل في لسانها سكره وفي وشها جوهره لكل من شافها. يا سلام، ما فيش اجمل من دعاء الام الصبح. متربيه ومؤدبه وبتسمع كلامي، واللي يسمع كلام امه عمره ما يخيب. صحيح. انا بشكرك والف مبروك لنسمه، ويا رب دايما دعاكي ليها كده يخليها دايما في المقدمه. معانا بقى كريم من ستار اكاديمي زميل. صباح الخير يا كريم. صباح الفل. اخبارك ايه؟ احلى صباح بجد. يعني انا داخل بقى على الهوا بسمع تليفونها بتدعي لنسمه بجد، يعني دعوتين يا نسوم من الاخر، مش قادر اقول لك يعني. حبيبي كريم، عايز اشوفك على فكره، مش معقول بشوفك على البرامج بس. صعب. انا عارف، احنا من امبارح بنتكلم والله على البرامج بس وعلى التلفزيون وعلى الراديو، النهارده ان شاء الله اشوف حبيب قلبي. كريم، اهم المواقف اللي حصلت بينكم في الاكاديميه كانت ايه؟ تفتكرها قوي وما تنساهاش؟ اهم المواقف طبعا السقسقه شاي بلبن
كنت انا ونسمة بنشرب كمية شاي بلبن اختراع مصر على فكره شاي باللبن. غريبة يعني. طبعا دي موقف مهم جدا، لان مفيش مرة اتكلمنا في حاجة مهمة ولا عملنا مصيبة او نمينا على حاجة غير واحنا بنعمل شاي بلبن ونطلع بيعرف. يعني الشاي بلبن ده تريد مارك. انا بشكرك يا كريم، مبروك ليك برضه وشرفتنا. ومعانا اخر تليفون اسماء. اتفضلي يا اسماء. الو. اهلا بيكي، اتفضلي. الو. ايوه اسماء احنا سامعينك. ايوه نسمة. ايوه معاكي. بجد يا نسمة انت صوتك يجنن وشرفتينا وبنحبك جدا وعايزين اول البوم لان انت وحشتينا جدا والله العظيم. هحاول في اسرع وقت ممكن والله ان شاء الله بجد. وستار اكاديمي اكيد البدايه، مش عايزينك تقفي. لا اكيد لا ان شاء الله. اكيد. شكرا يا اسماء. طب دي يعني مجموعه كده من التليفونات يعني، لكن الواضح زي ما قلت لك ان كان كل الناس سعيده بيكي، وناس كتير بقى طالبه انك تغني، وكان في طلبات يا بلادي ووطني الاكبر وقلبي سعيد، بس انت حابه تغني لنا ايه؟ يعني لو الطلبات موجوده فنغني الطلبات، ليه لا؟ طب تحبي تغني ايه؟ اي واحده فيهم حضرتك تحبي ايه؟ قلبي سعيد. قلبي سعيد. اعذريني بقى على الصوت الرايح جدا. اوكي. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي. قلبي سعيد فرحان فرحة قلبي تهنى، ايوه تهنى بيوم العيد. قلبي سعيد وياك يا حياتي، وياك يا حياتي. قلبي سعيد فرحان فرحة قلبي تهنى، ايوه تهنى بيوم العيد. حبك خلى الكون في عينيا اجمل عالم من حواليا، وحبك خلى الكون في عينيا اجمل عالم من حواليا. كله جديد في جديد، كله جديد في جديد. يا حياتي يا حياتي يا حياتي.